نبدأ بالمسيحية، أكبر ديانة في العالم بيتبعها أكتر من 2 مليار شخص. المسيحيين بيؤمنوا بإله واحد، لكن في 3 أقانيم: الآب، الابن والروح القدس. محور الديانة هو يسوع المسيح، ابن ربنا اللي اتولد من العذراء مريم، عمل معجزات وعلم تلاميذه لمدة 3 سنين، وبعدها اتصلب علشان يكفر عن خطايا البشر. بعد كده قام من الموت وطلع السماء. المسيحيين بيؤمنوا إن الإيمان بيسوع هو الطريق الوحيد للغفران والحياة الأبدية. في 3 فروع رئيسية للمسيحية: الكاثوليكية، الأرثوذكسية والبروتستانتية. من أهم الممارسات: المعمودية، التناول، الصلاة، العطاء والتبشير. الكتاب المقدس هو المرجع الرئيسي اللي بيحكي قصة الله وخطته لخلاص البشرية. الإسلام ديانة توحيدية بيؤمن بيه أكتر من 1.6 مليار مسلم. المسلمين بيؤمنوا إن في إله واحد اسمه الله، وإن محمد هو آخر الأنبياء. القرآن هو الكتاب المقدس اللي نزل على النبي محمد عن طريق الملاك جبريل. أهم 5 أركان في الإسلام: 1. الشهادة. 2. الصلاة 5 مرات في اليوم. 3. الزكاة. 4. صوم رمضان. 5. الحج المكة. المسلمين بيؤمنوا إن يسوع نبي عظيم بس مش إله، وإن الإسلام بيكمل اللي قبله من اليهودية والمسيحية. المساجد هي أماكن العبادة والتعلم. اليهودية واحدة من أقدم الديانات التوحيدية، بدأت من عهد سيدنا إبراهيم من حوالي 3500 سنة. اليهود بيؤمنوا إنهم شعب الله المختار، ولازم يلتزموا بال613 وصية اللي في التوراة. عندهم كتب زي التلمود لشرح وتفسير التوراة. الممارسات الأساسية: الصلاة، الدراسة، الوصايا ال10، ختان الذكور والجواز. الأعياد المهمة: الفصح، رأس السنة العبرية، يوم الغفران. اليهود مستنيين مجيء المسيا، ودي الصيغة العربية للكلمة اليونانية مسياس، المأخوذة من الكلمة الأرامية مشيحة، واللي المفروض هيخلص العالم. البوذية ظهرت من تعاليم سيدهارتا جوتاما اللي تنور وبقى بوذا في القرن الخامس قبل الميلاد. الهدف في البوذية هو الوصول للنيرفانا أو التحرر من المعاناة والرغبات. الناس تمشي على الطريق الثامن النبيل وتفهم الحقائق الأربعة النبيلة. بتنتشر البوذية في آسيا كلها، وليها مدارس مختلفة زي التيرافادا، الماهايانا والفاجرايانا. التركيز بيكون على التأمل، السلام الداخلي واللا عنف. السيخية بدأت في البنجاب في الهند في القرن ال15 على إيد جورو نانك. السيخ بيؤمنوا بإله واحد وبيرفضوا عبادة الأصنام ونظام الطبقات. كتابهم المقدس اسمه آدي جرانث، وبيتعبدوا في مكان اسمه الجوردوارا. القيم الأساسية: العمل الشريف، المشاركة والصلاة. السيخ البالغين بياخدوا لقب سينج للرجالة وكور للستات، وبيلبسوا 5 رموز دينية منهم العمامة. الزرادشتية دي ديانة قديمة جدا ظهرت في إيران من أكتر من 3500 سنة على إيد النبي زرادشت. بيعبدوا إله واحد اسمه أهورا مازدا، رمز الحكمة والخير. الديانة دي بتشجع على الفكر الطيب، الكلام الطيب، الفعل الطيب. النار رمز الطهارة وبتدخل في طقوس كتير. الزرادشتيين دلوقتي عددهم قليل، حوالي 200 ألف، بسبب الاضطهادات، ومعظمهم في إيران والهند. البهائية اتأسست في إيران في القرن ال19 على إيد بهاء الله، اللي بيعتبر نفسه نبي جديد من عند ربنا. البهائيين بيؤمنوا بوحدة الأديان والبشرية، وبيطلبوا بمساواة الجنسين والتعليم للجميع، السلام العالمي والبحث الحر عن الحقيقة. عندهم مؤسسة عالمية اسمها بيت العدل الأعظم، والدين انتشر في كل العالم رغم الاضطهادات، وعددهم بين 5 ل 8 مليون. الجينية ظهرت في الهند من أكتر من 2200 سنة على إيد مهافيرا اللي تنور وبقى المعلم الأكبر. الجينيين بيؤمنوا إن كل الكائنات الحية ليها روح، وعشان كده ممنوع إيذاء أي كائن حتى لو نملة.
قيمهم الأساسية اللا عنف، أهمة، الاستغناء وعدم التعلق، أباريجراها، تقبل كل الآراء، أنكتفادا. بيتبعوا نظام نباتي صارم جدا، والرهبان عندهم بيسيبوا كل حاجة في الدنيا وبيعيشوا حياة زهد وتأمل. السينتولوجي قصة بدأت سنة 1952، واللي أسسها هو كاتب الخيال العلمي الأمريكي إل رون هوبرد. الفكرة الأساسية بتاعتها إن كل إنسان هو كائن روحي خالد اسمه ثيتن، بس مع التجارب المؤلمة في حياته الحالية وحيواته اللي عاشها قبل كده قبل ما روحه تتنقل لجسمه الحالي، نسي طبيعته الحقيقية المجهولة. وعشان يصفوا الروح دي ويسترجعوا قدراتها بيستخدموا جلسات استشارية اسمها الأوديتنج بمساعدة جهاز اسمه الإيميتر اللي بيقيس الشحنات الانفعالية. الموضوع ده عليه جدل كبير جدا، وناس كتير بتتهمها إنها واجهة لبزنس ضخم واستغلال لأتباعها. عدد أتباعها في العالم مش مؤكد، لكن في تقديرات بتقول إنهم حوالي 50,000، ومن أشهرهم طبعا نجم هوليوود توم كروز. الراستافاريا دين ليه جذوره في جامايكا ووصل للعالم كله. القصة بدأت في جامايكا في ثلاثينيات القرن العشرين لما توج الإمبراطور هيلا سيلاسي في إثيوبيا. الراستافاريين شافوه تجسيد للإله على الأرض والمسيح اللي رجع تاني عشان يحررهم. عشان كده بيعتبروا إثيوبيا هي أرض الميعاد أو صهيون، وبيدعوا للرجوع لأفريقيا بعيداً عن بابل، وده اسم بيطلقوه على المجتمع الغربي الاستعماري اللي بيرفضوه بكل أشكاله. من أشهر علاماتهم هي شعرهم المضفر المعروف بالدريدلوكس، واللي بيسيبوه يطول كعهد بينهم وبين الإله. كمان بيستخدموا نبات الجانجا الماريجوانا في طقوسهم الدينية كوسيلة للتأمل والتقرب الروحي. صوتهم وصل للعالم كله عن طريق موسيقى الريجي، وكان بوب مارلي هو سفيرهم الأبرز اللي أغانيه عرفت الناس بقضيتهم ومعتقداتهم. النهاردة عددهم في العالم بيتراوح بين 700 ألف ومليون شخص. اليزيدية ديانة قديمة جدا موجودة في كردستان العراق وسوريا وأرمينيا. بيؤمنوا بإله واحد و7 كائنات مقدسة، أهمهم ملاك الطاووس. عندهم تناسخ أرواح لكن ما عندهمش جحيم. اتعرضوا لاضطهادات كتير، وآخرها إبادة جماعية على إيد داعش سنة 2014. دلوقتي عددهم حوالي 700 ألف، أغلبهم في شمال العراق، وبيحاولوا يحافظوا على وجودهم وهويتهم. تنريكيو دي ديانة يابانية ظهرت سنة 1838 على إيد ست اسمها ميكي ناكاياما. الهدف الرئيسي فيها هو نشر الفرح والتعاون بين الناس على حسب مشيئة الإله. بيركزوا على العطاء، الفرح الداخلي، خدمة الغير، التطور الروحي. أتباعهم حوالي 2 مليون، ومعظمهم في اليابان، وليهم مركز عالمي هناك. الكلاش في أعالي جبال الهندوكوش الصعبة في شمال باكستان عايش شعب الكلاش، مجتمع صغير ليه عالم خاص جدا. ديانتهم فريدة من نوعها، تعتبر نسخة قديمة من الهندوسية، لكن فيها كمان طقوس وثنية وأنيمية، يعني بيؤمنوا بوجود الروح في كل حاجة في الطبيعة. بيعبدوا آلهة متعددة بتمثل عناصر الكون زي الشمس والأنهار والجبال، وبيقدموا القرابين لإرضائها. حياتهم مليانة احتفالات ومهرجانات على مدار السنة، ودي بتكون مناسبات للرقص والمزيكا وشرب النبيذ اللي بيصنعوه بنفسهم. وطبعا دي حاجة بتخليهم مختلفين تماما عن الثقافة الإسلامية المحافظة اللي حواليهم. للأسف عددهم دلوقتي حوالي 4000 شخص بس، وبيعتبروا أقلية مهددة بالانقراض. كاندومبليه ديانة أفرو-برازيلية اتكونت لما الأفارقة اتنقلوا بالبرازيل كعبيد. بتمزج ديانات أفريقية زي اليوروبا مع المسيحية الكاثوليكية. الآلهة اسمهم أوريشا، وكل واحد ليه قديس مسيحي بيمثله. الطقوس فيها رقص، طبل، أرواح، وتقديم قرابين. بتلعب دور كبير في الثقافة البرازيلية، خصوصاً في مدينة بايا، وعددهم حوالي 2 مليون. الهندوسية دي أقدم ديانة في العالم، وبيتبعها حوالي مليار شخص.
الهندوس بيؤمنوا بإله واحد اسمه براهما بيتجلى في آلهة مختلفة زي فيشنو، شيفا وجانيشا. مفاهيم أساسية: الكارما، تناسخ الأرواح، والموكشا، التحرر من دورة الحياة والموت. الممارسات بتشمل اليوجا، التأمل، الطقوس الدينية والمهرجانات. الكتب المقدسة: الفيدا، الأوبانيشاد، البهاجافاد جيتا. الهندوسية أثرت بشكل كبير على المجتمع الهندي ونظام الطبقات. ديانات السكان الأصليين لأمريكا. الديانات الأصلية للهنود الحمر متنوعة جداً ومبنية على احترام الطبيعة والاتصال بالروحانيات. بيقدسوا الحيوانات، النجوم، الأشجار والمواسم المختلفة أو فصول السنة. الاحتفالات عندهم عبارة عن رقص وطقوس وتقديم القرابين. الشمان أو طبيب الروح ده عندهم زي النبي، هو اللي بيرشد الناس وبيوجههم وبيعرفهم على الشعائر الدينية الخاصة بيهم. رغم محاولات مسح دياناتهم زمان، لكن دلوقتي في محاولات لإحيائها والحفاظ عليها. الشينتو ديانة ظهرت في اليابان من آلاف السنين، بتعتمد على عبادة الأرواح الطبيعية المقدسة اللي اسمها كامي، زي الجبال، الأنهار والأجداد. الطهور، احترام الطبيعة والمهرجانات من أساسيات الديانة. المزارات الشينتوية معمولة لعبادة الكامي وبتتلون بالبوابات الحمراء المشهورة. رغم دخول البوذية، الشينتو لسه ليها مكانة كبيرة في ثقافة اليابان. الكونفوشيوسية دي مش ديانة بالمعنى الحرفي، إنما فلسفة اجتماعية وأخلاقية ظهرت في الصين على إيد كونفوشيوس حوالي 500 سنة قبل الميلاد. بتعلم الناس إزاي يكونوا محترمين، خصوصاً للأهل والكبار، وبتشجع على الأخلاق، النظام والتعليم. أهم القيم فيها: الرين، الرحمة، اللي، الاحترام والسلوك، شاو، البر بالوالدين، يي، العدالة. الكونفوشيوسية أثرت جامد في ثقافة شرق آسيا وفي طريقة حكمهم وتعليمهم. الطاوية، تاويزم، اتأسست في الصين برضو وفي نفس الوقت تقريبا مع الكونفوشيوسية، لكن طريقتها مختلفة. الطاويين بيؤمنوا بالتاو، القوة اللي ماشية في الكون كله، حاجة مش بتتوصف بس بنحس بيها. أهم القيم: التوازن بين اليين واليانج، العيش ببساطة، اللا عنف، وو وي، التصرف بدون عنف أو مجهود زائد. الكتب المقدسة: تاو تي تشينج وآي تشينج. الطاويين بيهتموا بالتأمل، التنفس والتشي كونج، حركات طاقة، وعايزين يعيشوا حياة طويلة ومتزنة. كاو داي دي ديانة ظهرت في فيتنام سنة 1926 وبتجمع بين البوذية، الطاوية، الكونفوشيوسية والمسيحية. رمزهم الرئيسي هو العين الإلهية، وعندهم طقوس منظمة جدا وهرم ديني منظم. بيهدفوا لتوحيد كل الأديان ويعيشوا في سلام ووئام. معظم أتباعهم في فيتنام وعددهم حوالي 4 ل 6 مليون شخص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو ما عجبكش فاحنا بنتأسف لك وهنحاول نحسن من شغلنا. سعداء إنكم معانا. سلام.